كل مرة قبل ما الدنيا تضلم الراجل ده بيرش كحول على عتبة باب بيته، وأول ما بيرجع البيت أول حاجة بيعملها إنه ينظف كلبه، وبمجرد ما بيشوف إن الشمس خلاص هتغرب بيقوم فورا يركب ألواح صلب مخصوصة ويقفل الأبواب والشبابيك بإحكام. بس برغم إن مفيش ولا شعاع نور جوه البيت هو برضه مش بيحس بالأمان، بياخد بندقيته يحضنها ويقعد منكمش في البانيو هو وكلبه، وده الوقت الوحيد اللي بيحس فيه بشوية راحة. في الحقيقة الراجل عمل كل الحماية المشددة دي لسبب واحد، وهو إن بمجرد ما ظلام الليل بيحل العالم اللي بره ما بيبقاش ملك للبشر. في قطعان مرعبة من الزومبي بتلف الشوارع وبتنشر الرعب في كل مكان، لأن من حوالي 5 سنين وتحديدا في سنة 2012 في فيروس انتشر ودمر الدنيا. الفيروس ده قتل 90% من البشر، وال9% الباقيين اتحولوا لزومبي. الزومبي دول بيخافوا من ضوء الشمس وبيطلعوا بس بالليل، وحاسة الشم عندهم قوية جدا. أما بطل قصتنا ويل فهو الوحيد اللي نجا من الفيروس ده، لأنه واحد من أقل من 1% من الناس في العالم اللي عندهم أجسام مضادة قوية. ويل كان سايق عربيته وبيجري بسرعة رهيبة في شوارع نيويورك الفاضية والمهجورة، كان بيطارد غزال في وسط المدينة. وفي العالم ده اللي مفيش فيه غيره هو الناجي الوحيد، الأكل بقى هو الحاجة الأساسية والأكتر ضرورة. بس في اللحظة اللي كان خلاص هيصطاد فيها فجأة هجمت أنثى الأسد وحصرت الغزال قبله، ولما ويل شاف صيده بيضيع منه فكر إنه يقتل أنثى الأسد، بس فجأة طلع أسد وشبل صغير كمان. أول ما شاف التلاتة مع بعض ويل افتكر عيلته الميتة، قرر إنه ما يضربش نار لأنه عارف إن الأسد بيحافظ على توازن الطبيعة. وقبل ما يخرج يدور على أي ناجين تانيين نزل المعمل الطبي بتاعه اللي تحت الأرض عشان يشوف لو الفئران المتحولة رجعت لطبيعتها بالعلاج ولا لأ، بس للأسف مش شايف أي تغيير. في الواقع ويل عالم ممتاز وطور علاج جيني بيعتمد على لقاح للفيروس، ولما كان حاسس إن اليوم ده كمان هيبقى محبط لاحظ إن واحد من الفئران المتحولة ما بقاش عنده طاقة للهجوم، وده خلاه يستنتج إن الفار بدأ يرجع لطبيعته بالتدريج. ولو التجربة اللي اتعملت على الفار دي نجحت يبقى هو يقدر يحول الزومبي دول لبشر طبيعيين تاني. عشان يدور على أماكن الناجين أو الزومبي بالنهار ويل بيخرج من بيته كل يوم الساعة 8 الصبح بالظبط. كل يوم بيسوق عربيته ويروح محل الفيديو وهناك بيغير الاسطوانات وبيسأل تماثيل العرض اللي محطوطة هناك عن أحوالهم. لما تشوف المنظر ده مش هتقدر تتخيل قد إيه الإنسان ممكن يكون وحيد لدرجة إنه يصاحب تماثيل. ويل بيعلم على كل مكان زاره على الخريطة وبيجمع من الأماكن دي الأكل والمستلزمات الضرورية، وعشان يدور على ناجين تانيين كل يوم الساعة 12 الظهر بالظبط بيتصل بالراديو وبيسوق لحد المينا على أمل إن تحصل معجزة. بس عدت 3 سنين كاملة ومحدش رد عليه أبدا، وعشان يخفف من وحدته ويل بيروح الظهر عند حاملة الطائرات ويقف على طيارة ويلعب جولف. بس في الوقت ده كلبه شاف حاجة غريبة، كان في حركة بعيدة. ويل رفع بندقيته فورا وبص بالمنظار ولقى إنه غزال، ومن غير أي تأخير أخد الكلب وطلع علشان يصطاده. لكن فجأة حصلت كارثة، الغزال وهو بيجري يمين وشمال دخل بالغلط في مكان مقفول، ومن خوفه دخل جوه مبنى، ويمكن عشان الكلب بقاله كتير ما أكلش لحمة دخل وراه المبنى من غير أي خوف. ويل حاول يوقفه وكان مرعوب، بس عشان خاطر كلبه اضطر يدخل وراه. جوه الدنيا كانت ضلمة كحل ومفيش أي حاجة باينة، وحتى لو عليت إضاءة الفيديو على الآخر الجو لسه مرعب ومخيف. في اللحظة دي قلب ويل كان بيدق من الرعب لدرجة إن حتى المراية ممكن تخضه. وهو طالع يدور على الكلب فجأة سمع صرخة مؤلمة، كان خايف إن كلبه حصل له حاجة وحشة. قعد يطمن نفسه وهو ماشي ورا بقع الدم اللي على السلم، ولما لف لقي راس حيوان مقطوعة. الحاجة الوحيدة اللي طمنته شوية إنه لما قرب عرف إن ده غزال لسه مقتول حالا، بس الرعب كان باين بوضوح على وش الغزال قبل ما يموت. لما ويل شاف كده رفع سلاحه وبدأ يبص حواليه، وفجأة شاف منظر مرعب تاني. في لحظة لقي قطيع من الزومبي واقفين على بعد أقل من 5 متر منه. ويل جمع شجاعته ودخل عشان كلبه، وأخيرا لقي كلبه مستخبي تحت ترابيزة وشكله مرعوب جدا. وأول ما قرب عشان ينادي كلبه عين الكلب اتسمرت على حاجة ورا ظهر ويل. ويل حس إن في مصيبة، وأول ما لف وشه لورا شاف منظر بشع. ويل والكلب طلعوا يجروا بجنون ناحية المخرج، بس في الآخر الزومبي مسكوهم. لكن لحسن الحظ ويل نط من شباك اسود في الوقت المناسب، وأول ما ضوء الشمس لمس الزومبي وقع على الأرض مصاب فورا. التجربة دي رعبت ويل، بس في نفس الوقت عرفته مكانهم عشان يعمل تجارب على الزومبي. ويل نصب فخ بره، سحب شوية من دمه وحطهم عند باب المبنى واستخبى هو بره. وفعلا في خلال 2 و30 ثانية بس وقع زومبي في الفخ، وبمجرد ما الفخ اشتغل زومبي حي اتسحب
وانسحب لبره غصب عنه، لكن فجأة وبزئير كله غضب طلع زومبي شكله مرعب جدا كأنه عايز ياكل ويل حي فورا. ويل نفسه ما كانش فاهم ليه الزومبي ده غضبان قوي كده. لما رجع البيت ويل ركز في تجاربه على الزومبي اللي مسكه، وما كانش عنده اي فكرة ان انثى الزومبي دي تبقى في الحقيقة مرات ملك الزومبي اللي كان بيصرخ بره. وبسبب ان ويل خطفها الحرب قامت رسميا بين البشر والزومبي. ويل كان الانسان الوحيد الحي في المدينة، بس اتصدم لما شاف راس تمثال بتتحرك فجأة. والارعب من كده ان التمثال ده المفروض مكانه عند باب محل الفيديو، ازاي وصل فجأة لمسافة كيلومترات بعيد كده؟ محدش كان فاهم. ويل طلع مسدسه ووجهه على التمثال وهو فاكر ان في انسان هو اللي حط تمثال هنا عشان يكلمه، بس ما لقاش اي حد حواليه لان ده في الحقيقة كان فخ نصبه ملك الزومبي انتقاما لمراته اللي ويل خطفها. لما ويل قرب من التمثال ووطى علشان يشوف المية اللي تحته، فجأة الفخ اللي نصبه ملك الزومبي اشتغل وويل اتعلق في الهواء، وبسبب الخبطة في راسه ويل اغمى عليه. لما الشمس كانت قربت تغيب ويل صحي على صوت المنبه بتاعه، وبمجرد ما ضوء الشمس اختفى الزومبي المرعبين طلعوا. ويل طلع سكينة من وسطه بخوف وقطع الحبل اللي مربوط في رجله، بس اول ما وقع على الارض السكينة دخلت في رجله. والمصيبة كبرت لان اخر اشعة للشمس كانت بتختفي. في اللحظة اللي بعدها ويل حس بخطر وبدأت اصوات مرعبة تطلع من المبنى الضلمة اللي قدامه، وفجأة ظهر ملك الزومبي وسيب عليه 3 كلاب صيد متوحشة بسبب بقايا اشعة الشمس. الكلاب ما قدرتش توصل له في الاول، بس بعد دقايق لما الشمس غربت تماما كلاب الزومبي هجمت بجنون. بطلنا دلوقتي مصاب والامل الوحيد ليه بين الحياة والموت هو كلبه اللي شاركه الكارثة. الكلب ده هو رفيقه الوحيد وسبب عيشته، وكان خايف عليه يموت. كان في مسدس في العربية ويل بدأ يزحف ناحيتها، لكن مع اختفاء اخر شعاع شمس هجوم الكلاب زاد. الوقت بيجري وويل اتحمل الألم وقام يمشي على ايده ورجله، بس وقع تاني بعد كام خطوة. وفي اللحظة دي كلاب الزومبي المتوحشة انقضت عليه. ويل قدر يوقف هجومهم بالرصاص، بس فجأة كلب زومبي تاني هجم عليه، وفي ثواني انياب الكلب المتوحشة كانت خلاص هتنهش وش ويل لولا ان كلبه اتدخل في الوقت المناسب وانقذه. لكن الأسوأ كان لسه هيحصل. الكلب اتعض من الكلب التاني اثناء القتال، وده خلى قلب ويل يقع في رجله لان ويل بس هو اللي عنده اجسام مضادة مش الكلب. لما رجع البيت ويل حقن الكلب فورا بمصل مضاد للفيروس وشاله وهو بيتمنى انه يخف. كان بيطمن نفسه بابتسامة ان رفيقه وحبيبه كويس، بس فجأة شعر الكلب بدأ يقع. ولما رفع جفن الكلب شاف علامات المرض في عينه وظهرت اعراض مميتة في بقه. قلب ويل اتكسر، بس الواقع اجبره ياخد قرار مؤلم، وغصب عنه ويل خنق حبيبه بايده القوية. خنق الحب اللي ونسه في ليالي سودة ووحدة طويلة. ويل كان منهار تماما، بس في الوقت ده اكتشف مشكلة غريبة. الانسان لما بيتحول لزومبي بيفقد عقله، امال ازاي قدروا ينصبوا فخ ذكي زي البشر كده؟ ولما بص على الكرسي جنبه وما لقاش الكلب ما قدرش يستحمل اكتر من كده. في نفس الليلة اخد عربيته وراح المينا بسرعة وهاجم الزومبي بتهور ومن غير تفكير. ورغم انه كان في العربية والزومبي مش عارفين يوصلوا له، بس فضلوا يجوا باعداد كبيرة وحصروا العربية تماما. بدأوا يكسروا الازاز، وبعض الزومبي طلعوا على عمود نور ووقعوه على العربية. ويل اتحبس جوه العربية وشاف الحشود بتقرب منه، حاول يخرج بسرعة بس الزومبي زادوا، وزعيم الزومبي امر بالهجوم عليه. وقبل ما ويل يقدر يعمل حاجة العربية اتقلبت على جنبها والوحش بقى قدام ويل وش لوش. ويل بقى زي الغزال المحبوس في فخ والموت بيقرب منه، بس في اللحظة دي ظهر ضوء قوي كأن في حد جاي ناحيته. واخيرا ما قدرش يستحمل واغمى عليه. لما صحي لقي نفسه في بيته ورجليه مربوطة، وشاف جنبه ست ومعاها طفل بقاله 3 سنين ما شافش بشر وما كانش عارف يكلمهم ازاي. الست عرفت نفسها وقالت لويل ان اسمها آنا، وانها سمعت رسالته في الراديو وجت نيويورك وفضلت مستنياته لليوم بس هو ما جاش. قالت له انها بتفكر تروح فيرمونت لانها مكان امن للبشر. لما سمع كده ويل وشه قلب غضب وقال لآنا ان مفيش اي مكان امن وان امريكا كلها اتدمرت. آنا كانت عايزه تجادله بس ويل زعق فيها. هو كان دايما مقتنع ان هو الوحيد اللي عايش على الارض، وده كان عامل ضغط نفسي رهيب عليه. وفي يأس ويل اعتمد كليا على العلم والمنطق وركز كل حياته انه يلاقي علاج للفيروس. لكن كلام آنا قلب تفكيره تماما. كون ان في ناس تانية عايشه معناه ان وحدته وتعبه ما راحوش هدر. ويل دخل اوضته وقعد يصارع افكاره ومشاعره، وفي الاخر تقبل الواقع وخرج. آنا حاولت تقنعه يروح معاهم منطقه الحجر الصحي، بس ويل رفض وقال انه مش هيمشي من هنا. بعدها آنا دخلت المعمل، ولما شافت انثى الزومبي في التلج ما كانتش مصدقه وسالت ويل لو يقدر يعالجها بجد. شافت صور مئات الزومبي على الحيطه اللي ويل استخدمهم كفيران تجارب عشان يعمل اللقاح. وبمجرد ما الشمس بدات تغيب ويل قفل كل الابواب والشبابيك. آنا حاولت تقنعه تاني يسافروا، بس قبل ما يرد سمعوا دوشه جامده بره. فتح الشباك الصغير واتصدم. حشود ضخمه من الزومبي بتقرب من بيته. ما كانش مصدق، هو دايما كان بيخفي ريحته. ازاي عرفوا مكانه؟ اكتشف ان آنا لما انقذته امبارح جابته البيت بس ما اخدتش اي
اي احتياطات تمسح بيها اثرهم. مفيش وقت للوم. ويل شغل كشافات قويه جدا حوالين البيت، بس المفاجاه ان الزومبي المره دي بقوا اذكياء وما خافوش من النور. كسروا كشافات الشارع وهجموا بسرعه. ويل المرعوب شغل خطه الدفاع الثانيه وفجر كل القنابل اللي حوالين بيته مره واحده. الزومبي ماتوا في الانفجار، بس لما نادى على انا محدش رد. طلع فوق يدور عليها، فجاه زومبي هجم عليه وشاله ورماه على الترابيزه. الزومبي افتكر ويل مات، بس ويل كان بيمثل، وفي غفله غرس مفك في الزومبي، بس الضربه ما اثرتش والزومبي رماه لتحت. ملك الزومبي ظهر وهو بيزقر بغضب. ويل سحب بندقيته، بس الزومبي هرب بذكاء كانه عارف خطوره السلاح. ويل ضرب نار على انبوبه غاز والانفجار طير الزومبي لبره. لما ويل طلع يلحقه لقى الزومبي نط من الشباك وهرب. رجع يدور على الست والطفل، لقاهم مستخبيين تحت الدولاب وفي زومبي تاني في الاوضه. ويل شاور لهم يسكتوا وكان بيجهز يضربه، بس الزومبي شافهم. ويل اضطر يقتحم الاوضه وضرب عليه نار. فجاه سمع صوت عالي بره، ولما فتح الباب لقى ملك الزومبي بيصرخ وبينادي باقي القطيع. الهجوم المره دي كان منظم ومخطط له. الثلاثه جريوا استخبوا في القبو، وويل قفل الباب الحديدي وانا والطفل استخبوا جوه. وفجاه شاف معجزه، العلاج بتاعه اشتغل وانثى الزومبي بدات ترجع بشر تاني. بس الزومبي كسروا الباب ودخلوا، وويل قفل الباب الزجاجي بسرعه. كان عايز يقول لهم انه يقدر يعالجهم، بس في نظر الزومبي ويل هو الوحش اللي بيخطفهم ويعمل عليهم تجارب. ملك الزومبي فضل يخبط في الازاز لحد ما بدا يتشرخ. ويل بص على رقبه انا وشاف وشم على شكل فراشه. اول ما شاف الفراشه فهم كل حاجه. سحب عينه دم من انثى الزومبي اللي بقت فيها العلاج واداها لانا وحطها هي والطفل في ممر امن تحت الارض وقفل عليهم. في اللحظه دي ملك الزومبي كسر الازاز. ويل شد مسمار القنبله اليدويه وجري بكل قوته ناحيه قطيع الزومبي وفجر نفسه معاهم في مشهد تضحيه بطولي عشان يامن المصل والنجين. وبتنتهي قصه الفيلم لحد هنا. قول لي بقى ايه رايك في الفيلم؟ لو عجبك شيره مع اصحابك واعمل لايك للفيديو واشترك في القناه. سلام.